السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جدعان. المكتبة دلوقتي أنا جيت النهاردة ماشي عشان أشتري شتلة فراولة. قال لي دي ب12 دي ب6. أهم حاجة واحنا نختار فراولة نختار حاجة تكون شكلها نضيف، حاجة شكلها حلو، حاجة خضرها حلو، وراها هيكون حلو برضه زي دول كده. هما يا جدعان أخدت دول هنشتري تربة وأبقى أصوركم لما أرجع البيت بقى. وصلت البيت جبت خس أهو، جبت شتلات طماطم زي ما انتم شايفين برضه اهي، وجبت اهم حاجه اللي بقى عشان اصلا شتلات الفراوله الجميله زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شايفين دلوقتي انا اهو بجهز تربه تانية، بحط تربه كده يا جدعان. شايفين اول حاجه نحط التربه كده، ننوي التربه كده لحد ما تصرف ميه من تحت. تمام، الميه هي نزلت وصرفت من تحت كمان اهو. دلوقتي هنجيب شتلة خس وهبدأ احفر لها مكان كده مش دلوقتي، وانزلها كده تحت شوية، لازم تكون تحت. بعدين نبدأ بكل بساطة كده ان انا اثبتها. تمام، وطبعا بعد ما اثبتها هديها رية مية واروح جاي حاططها هنا. طبعا يا جدعان الفكرة بعدها تبقى فكرة اعادة تدوير. زي ما انتم شايفين الازازة دي بتاعت مسحوق اللي هو منظف ارضية، استخدمت اللي تحت والحتة دي الجزء ده فاضي، عملت زي ما انتم شايفين كده يا جدعان، وبعدين عملت ثقوب من جوه ومن تحت. وبعدين هبدأ دلوقتي اعمل له تربة وهزرع فيه خس. بصوا قبل ما يتصرف بقى نلعب مع الحلو ده ان شاء الله. الحلو الجميل، الحلو الجميل، الحلو لازم له اسم بقى كده. خد يلا خد يلا خد يلا. ده القط بتاع المملكة، جه من الشارع الوحوش عادي، فبقى بتاعي خلاص. دخل المملكة مش هيطلع منه ان شاء الله عليه. حلو كده. انا هجهز التربة بتاعت شتلات فراولة. بص رجليها كلها رملة، بس دي طبعا رملة يا جدعان نزل عليها مطر مرتين تلاتة، فالملاحة بتاعتها أقل، رملة بنا عادية. وده سماد متحلل، سماد طبيعي متحلل. تمام، يعني ممكن نحط 3/4 وربع، ده سماد بلدي متحلل. طبعا دي تربة كانت موجودة هحطها بالمرة، لقيتها كويسة هضيفها عليهم ونعمل ميكس حلو ان شاء الله يعني. زي ما انتم شايفين يا جدعان، في واحدة فيهم يعني تقريبا كلها مسطول، يعني ما شاء الله هتكون كبيرة اصلا. ممكن احط في كل واحدة فيهم شتلتين اصلا فراولة، بس انا هحط مثلا احط هنا شتلتين وهنا شتلة وهنا شتلة، او هنا شتلة هنا شتلتين هنا شتلة، وهنا هحط واحدة طماطم. فاول حاجة هنسقي ده كله وبعدين هبدأ احط الفراولة. زي ما قلتلكوا هنبدأ نزرع شتلة الطماطم. لسه المايه مصرفتش كويس زي ما انتم شايفين، بس هتصرف كويس. بس خلاص نستغل الفرصة هناك كده، هغرزها تحت خالص. وبعدين الشتلة هتبدأ المايه كده كده مروية، هتبدأ براحتها انها تعمل خالص، هتصفي براحتها خالص. ده افضل حاجة جامدة يعني. زي ما انتم شايفين معايا دلوقتي شتلة فراولة. اول حاجة عشان نطلع لها شتلة ندوس هنا كده يا جدعان، ونمسك كده شتلة كده، شتلة طالعة لوحدها اصلا طلعت كلها، ونبدأ نشتريها على طول. يلا بينا. زي ما شايفين يا جدعان اول حاجة اللي بنعمل هنبدأ نعمل هنا مكان للشتلة وهنا مكان للشتلة اختها اللي هنحطها هنا. نحاول نخلي عمق كبير شوية عشان ننزل جزء من سقف الشتلة. الشتلة هي يا جدعان زي ما انتم شايفين هننزلها كده وننزلها تحت شوية كده.
عشان عايزينها تبدأ تتكاثر، فتتكاثر شبه النعناع، عندها طريقة تكاثر شبه طريقة تكاثر النعناع يا جدعان. في نبت وردة تطلع ما نفرحش بيها، دي نقطعها كده يا جدعان ونستنى بقى لحد يعني ما ربنا يكرمنا تاني منها، يكرمنا ان شاء الله منخافش يعني. وهنا برضه نفس الحوار نقطعها عشان تضعيفها مش بقوة انها تتحمل تطلع الثمار. هتطلع شوية ثمار تفرح بيهم بس مش هيكون حجمهم كويس، هيكون حجمهم ضعيف، وكمان يعني النبتة هتضعف أكتر وقتها تلاقيها ماتت منك، مش هتتهنى بيها يعني. فأنت نصبر شوية عشان تتهنى بالنبتة. أنا رحت جبت شوية بذور ذروة تاني هحطها كده جنب الذروة اللي هزرعها اللي هشتلها دلوقتي، اللي هجيبها من هناك أحطها هنا. طبعا زي ما شايفين يا جدعان اهي الذروة دي برضو إعادة تدوير، بس لازم أشيلها عشان عايزة مكان أوسع عشان تبدأ تتمدد أكتر. وده غلط أنا عملت، أنا بدأت دول هنا بس عادي، دول كلهم كانوا أكتر من دول تاني هنا، فدلوقتي هبدأ أنقلها هنا. طبعا ده مش فاهمين المكان كان شكل المكان عامل ازاي، بس بصوا شكله كركبه ازاي. الصبح هنضف وهوريكم شكله وهنختم الفيديو على الصبح ان شاء الله. بس يا جدعان زي الذروه انا كنت زارعها ان شاء الله بدأت تطلع اهي. فبقى ده دليل بقى ان احسن طريقه انك تحفظ بيها البذور انك تحطها في الفريزر، لانها بتقتل اي ميكروبات او اي حشرات او افات ممكن تبوظ البذور. حتى طريقة عالمية لحفظ البذور بتكون ان هما بيحفظوها في مبردات كبيرة او فريزرات كبيرة عشان يحفظوها لمئات السنين كمان يعني. هو الجرجير برضه اللي كنا زارعينه وجرجير تاني اهو، فكله بالوقت هيطلع ان شاء الله، والذروة الصغيرة طلعت اهي، فما شاء الله يعني ده احسن طريقة لحفظ البذور الصراحة يعني. والنعناع اللي انا كنت زارعه يا جدعان اهو بدأ يطلع تاني، انا قصيته من النعناع اللي جوه نقلته هنا، هو بدأ ما شاء الله يفرق يطلع. وده برضه نفس الكلام. شايفين ده برسيم بقى يا جدعان، المفروض ابقى ازرع برسيم شوية كمان بس يعني قدام شوية يعني. وهنا برضه نعناع شايفين كده يا جدعان اهو، اللي ورا ده نعناع، ده نعناع، ده جرجير طبعا يعني شايفين ده جرجير. وبكده اكون خلصت الفيديو بتاع الاسبوع ده، ما بتكون عجبكم مش تعملوا شير للفيديو، اشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو اكيد يعني، وكومنتات باي فيديو انت عايزينه جديد يعني. والسنة الفيديوهات الجاية ان شاء الله. وكان معاكم ابو دي ملك عبد. يلا سلام.